بصي بقى، لو ولادك رافضين البيض ومش عايزين يقربوا منه وبتحسي إنك كل يوم داخلة حرب علشان ياكلوه، عندي ليكي وصفة عبقرية هتخليهم يعشقوا من غير ما يعرفوا إنهم أصلا بياكلوه، وهيطلبوه منك كل يوم من كتر ما طعمها خطير. أول حاجة هنجيب بطاطستين كبار ونقشرهم ونقطعهم صوابع، مش رفيعين قوي ولا تخان، حاجة كده وسط حلوة تمسك نفسها في القلي. نغسل البطاطس دي كويس جدا بالمية وننقعها دقيقتين كده علشان تنزل النشا، وبعدين نصفيها ونفردها على فوطة مطبخ تكون نظيفة وننشفهم كويس جدا. لازم البطاطس تكون ناشفة خالص. بعد كده نجيب طبق كبير ونحط فيه البطاطس، ونبدأ نحط فوقيها على طول بيضتين وربع كوباية لبن ورشة ملح وفلفل أسود وكمون وشطة لو ولادك بيحبوا الحاجة سبايسي، وبصل باودر وتوم باودر وكل التوابل اللي بتحبيها. ونزود عليهم كمان معلقتين دقيق كبار ومعلقتين نشا. ونيجي بقى عند أهم خطوة، نقلب كل ده مع بعض، نخلي البطاطس تتغلف كويس جدا بالخليط، يعني كل صباع بطاطس يشرب من الطعم ده ويغرق فيه. بعد كده نسخن زيت غزير على نار متوسطة، ولما يسخن ننزل البطاطس واحدة واحدة، مش مرة واحدة علشان الزيت يفضل سخن والبطاطس تطلع مقرمشة. نقلبها شوية بشوية لحد ما تاخد لون ذهبي تحفة وتطلع ريحة تجنن البيت كله. نطلعها على مناديل مطبخ علشان نشيل الزيت الزيادة، ونعمل حسابنا إن أول طبق هيتخطف قبل ما حتى نوصل الترابيزة. الوصفة دي مش بس بطاطس محمرة، دي وجبة كاملة فيها بروتين من البيض وفيها طعم يجنن من التوابل، والأهم من كده إن ولادك هياكلوها وهم مبسوطين ومش هيصدقوا إنها فيها بيض أصلاً. جربيها النهاردة وقوليلي رأيك، ولو عجبتك شاركيها مع كل أم محتاسة في أكل ولادها علشان نساعد بعض ونسهل الدنيا.